السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة المهندسين الوطنيين. معكم المهندس حسين الفيسي وجولة جديدة من جولاتنا في العاصمة الإدارية الجديدة. النهاردة 11 أغسطس 2023. حاليا أنا موجود على محور الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة. قدام حضراتكم دي كده محطة الحافلات المركزية على محور الوزارات. الطريق اللي قدام حضراتكم ده كده اسمه طريق الوزارات، جاي من الطريق الدائري الأوسطي، بيمر على منطقة الR1 R2 R3 لحد ما يوصل لمنطقة البنوك ومنطقة الوزارات والمنطقة اللي احنا موجودين فيها على طول. زي ما حضراتكم شايفين كده. قدام منكم دي مدينة الفنون والثقافة، صورناها امبارح واتكلمنا عنها امبارح. 126 فدان. بتحتوي على دار الأوبرا ومنطقة سينمات ومسارح ومكتبة عامة ومتحف لعواصم مصر. هناخد جولة كده وهنشوف، هنروح لحد منطقة البنوك ونشوف الدنيا وصلت لحد فين. بسم الله ما شاء الله. كل يوم كل ما بنيجي هنا العاصمة الإدارية الجديدة بنلاقي حاجة جديدة والدنيا بتتطور يوم بعد يوم. زي ما حضراتكم شايفين كده اللي في الصورة ده كده، الحديقة الموجودة أمام مدينة الفنون والثقافة، برضو كنا صورناها امبارح. ما زال العمل جاري فيها على قدم وساق، وإن شاء الله تعالى يتم يعني الانتهاء من العمل فيها الفترة اللي جاية. دي كده مدينة الفنون والثقافة زي ما قلت لحضراتكم، مساحة 126 فدان. وكده محطة الحافلات المركزية زي ما حضراتكم شايفين، محطة خاصة بالأتوبيسات. كنا صورناها قبل كده ودخلنا فيها وصورنا المكان. هي على مساحة 105 فدان، بتنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع 30 شركة وطنية مصرية. زي ما حضراتكم شايفين دي كده أتوبيسات الهيئة، أتوبيسات النقل العام بالعاصمة الإدارية الجديدة. ده كده الأتوبيسات اللي بتنقل الموظفين وبتنقل الركاب داخل العاصمة الإدارية الجديدة. بدأت تشتغل وبدأت تنتظم في العمل، ولها أكتر من خط سير. بسم الله ما شاء الله، الدنيا بدأت تتحرك واحدة واحدة كده. الدنيا هتمشي في العاصمة الإدارية الجديدة زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة. دي أتوبيسات الهيئة أو أتوبيسات النقل العام بالعاصمة الإدارية الجديدة. هنتمشى كده وهنشوف الدنيا وصلت لحد فين. دي كده محطة الحافلات المركزية زي ما قلت لحضراتكم، على مساحة 105 فدان. المشروع بيحتوي على مول تجاري ضخم اللي هو في الصورة ده كده. ده كده مول تجاري ضخم، وموجود فوق عدد من المباني الإدارية والتجارية وورش للحافلات. ده كده مول تجاري موجود في الموقف الإقليمي أو الموقف المركزي الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة. المحطة برضو فيها 3 محطات للوقود زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة. في مبنى للإسعاف ومبنى للشرطة وخدمات للسائقين. وفي عدد كبير من المطاعم والمحلات وأماكن لحجز التذاكر. كل اللي على ايدينا الشمال ده كده محطة الحافلات المركزية. المشروع بيسع لعدد 108 أتوبيس للنقل الداخلي في العاصمة الإدارية الجديدة. ده كده مدينة الفنون والثقافة قدام حضراتكم. ده كده مسار القطار الكهربائي ومحطة القطار الكهربائي على ايدينا اليمين. زي ما قلت لحضراتكم سعة محطة الحافلات المركزية 108 أتوبيس للنقل الداخلي، وعدد 464 أتوبيس للنقل بين العاصمة والقاهرة، و205 أتوبيس للنقل بين العاصمة والمحافظات. ده كده مسار القطار الكهربائي زي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة. وهنبدأ نخش بقى كده، دخلنا في منطقة الحي المالي. بداية من المباني اللي جاية قدام حضراتكم ده كده، كل دي منطقة الحي المالي. بدايتها من هنا كده، أول مول بنقابله هو باراجون 1 اللي في الصورة ده، وبعد منه بقى افالون. ده كده في الصورة. كل دي منطقة مولات او منطقة مباني ادارية زي ما حضراتكم شايفين. ده باراجون وبعد منه افالون، وده مبنى تاني الافالون. ده كابيتال روك اللي بيقابلنا في الميدان، ده موقع ممتاز جدا زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. كل يوم بيجي بنلاقي في مباني بتطلع ومباني بيتم تشطيبها، مباني كانت خرسانات بتتقفل، واجهات زجاجية. هندخل من يمين من هنا كده، هنروح لحد البنك المركزي المصري وهنشوف الدنيا على الطبيعة. قدام حضراتكم ده كده كابيتال روك اللي في الصورة على ايدينا الشمال. كل دي منطقة مباني إدارية ومولات زي ما حضراتكم شايفين في الصورة. العمل هنا وتيرة العمل متسارعة على فكرة.
وبسم الله ما شاء الله في تغيرات كبيرة بتتم في المكان يوم بعد يوم، وخصوصا في منطقة الحي المالي. في كمية مولات وكمية شغل كبيرة جدا، سواء منطقة البنوك أو المنطقة الرئيسية، الشارع الرئيسي اللي احنا ماشيين عليه. طبعا بدأ يظهر بنك المركزي المصري على ايدينا الشمال، ومبنى هيئة البريد قدام حضراتكم في الميدان اللي قدام حضراتكم ده كده. بسم الله ما شاء الله، زي ما حضراتكم شايفين الوضع على الطبيعة قدام حضراتكم كده في الصورة. محطة تبادلية بين القطار الكهربائي والمونوريل أمام مدينة الفنون والثقافة. وزي ما حضراتكم شايفين ده كده الميدان اللي أمام البنك المركزي المصري. كده احنا في قلب منطقة البنوك، أو أمام الحي المالي، منطقة البنك المركزي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الأهلي المصري. كل دول هنشوفهم دلوقتي على الطبيعة. بإذن الله تعالى هنكمل جولاتنا في الحي السكني ار 7 بإذن الله ابتداء من الأسبوع القادم، يعني إن شاء الله السبت لحد الاثنين هنبدأ نصور هناك كده. ده كده مبنى هيئة البريد، بعد منه بنك القاهرة، ده بقى كده بنك مصر، دي كل دي منطقة البنوك. ده كده البنك المركزي المصري، ده كده البنك الأهلي. المكان ده يعني احنا صورناه بدل مرة 20 مرة، ومتابعين تطور الأعمال في المكان. مصورينه في 2000، بداية تصويرنا كان في 2020، وكان المكان هنا لسه صحراء وشوية خرسانات مرمين كده وخلاص. بس كان يعني في عمل، وفي ناس كتيرة جدا اشتركت في المباني اللي قدام حضراتكم دي لحد ما وصلت للمرحلة اللي احنا شايفينها كده. كل دي منطقة بنوك قدام حضراتكم في الصورة، وفي ظهرها على طول منطقة الوزارات، وأمامها القصر الرئاسي. رجعنا كده احنا وصلنا لمحور الوزارات تاني، ده روك كابيتال قدام حضراتكم، روك كابيتال، وبعد كده بنك الإسكان والتعمير، وباقي الوزارات كده. ومن هنا كده حديقة الشعب، وبعد منها على طول القصر الرئاسي. زي ما حضراتكم شايفين كل اللي علينا اليمين دي حديقة الشعب، دي الحديقة اللي فاصلة بين منطقة الوزارات ومنطقة القصر الرئاسي. ده كده النقطة اللي احنا بدأنا منها تاني، هي نفس النقطة على محور الوزارات أمام مدينة الفنون والثقافة، وأمام محطة الحافلات المركزية. لو عدينا النفق وطلعنا الناحية التانية هنروح عند الجامعة الكندية وجامعة مصر المعلوماتية. دي كانت جولة سريعة كده في المنطقة اللي احنا فيها على محور الوزارات ومنطقة البنوك والحي المالي. لو حد عنده أي سؤال أو أي استفسار يكتبه في التعليقات، وإن شاء الله بنحاول نرد على كل الناس. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو أنت أول مرة تتابعنا.